السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. اسلام حفني معاكم. في الفيديو ده هيكون دردشه سريعه كده بخصوص الابديت الجديد اللي حصل للجريد. انا حبيت ان انا اعمله بسرعه بس علشان ناس كتير مننا وانا منهم ما كناش بنستخدم الجريد في الفتره الاخيره من ساعه ما نزلت تقريبا، لان بيبقى فيها مشكله شويه في موضوع الهاك كونتنت. كنا بنستخدم الاوتو لاي اوت، وطبعا استخدام الاوتو لاي اوت في الحاجات اللي محتاجه جريد بيبقى صعب شويه. لكن دلوقتي فيجما عملوا ابديت حابب استعرضه معاكم دلوقتي. نقدر ان احنا نستخدم الهاب كونتنت، وكمان اضافت ميزات جديده للجريد بقت اسهل بكتير وابسط بكتير وهتساعدنا جدا في ريسبونسيف ديزاين. فسريعا كده ده الفيديو الديزاين اللي كان معانا في الفيديو القديم. زي ما احنا شايفين احنا كنا مقسمينه تقسيمتين، وهسيب لكم لينك للفيديو القديم في الديسكربشن لو حابين تروحوا تشوفوه. يعني احنا كنا بمنتهى البساطه بنستخدم الجريد لان انا الاوتو لاي اوت مش هينفع يخليني ان انا استخدم اللاي اوت اللي قدامي ده دلوقتي اللي هم 3 فيلدز ويكونوا في نفس الوقت ريسبونسيف. دايما ده كده يا اما هخليه فيكست يا اما هخليه فيل، بحيث ان هو وقت الريسبونسيفنس يروح ويجي معايا. ان انا لو خليته فيكست في حاله الاوتو لاي اوت، يعني دول اتنين اوتو لاي اوت، الاقي ان هو ثابت معايا وده مش كويس بالنسبه للريسبونسيفنس. ولكن عندي هنا في الجريد، الجريد بتتكون من كولومز وروز. انا كده عامل اتنين كولوم واتنين رو، وفي كل سيل حاطط الانبوت فيلد بتاعي او التكست فيلد بتاعي. مشكله الجريد كانت ان احنا كنا بنيجي بقى لما نيجي نعمل الشكل اللي قدامنا ده دلوقتي لازم بايدينا نقفل على الحاجه مانيوالي، ودي كانت المشكله العصيبه واللي كانت بتضايقنا وما خلاهاش برودكتيف قوي لما بنيجي نستخدمها في شغلنا. لكن دلوقتي طبعا بقى في ميزه الهاج، نعمل هاج كونتنت، والكولومز او الروز كلها ممكن بتتعمل هاج، يعني في اي حته الكولوم نفسه دوت اقدر اخليه ان هو يهاج كونتنت بالعرض يعني، والروز في نفس الوقت ممكن اخليها برضو هاك كونتنت علشان تبقى على قد المحتوى اللي جواها اللي هو اكبر محتوى. يعني برضو ده لو كبر شويه هتبقى السيل نفسها الرو نفسه هيكبر. فاهم؟ هو بياخد اكبر حاجه جواه. طيب، ده بالنسبه لي الجزء بتاع الهاك كونتنت. تمام، نخليها فل بس عشان تبقى ايه متساويه. في بقى حاجه جديده اتضافت. احنا طبعا عارفين ان الجزء ده هو اللي بيقسم التقسيمه بتاعه الجريد سواء كولومز او روز. تمام، في جزء بقى زي هنا مثلا. تعالوا نتخيل دلوقتي ان انا عايز اخليها ريسبونسيف جريد، وعايز احط مثلا صور لمنتجات. ولا نتخيل بس عشان أنا عملت ده بسرعه شويه، نتخيل ان دي كده صور منتجات. انا اللي انا هعمله بمنتهى البساطه ان انا هخلي كل حاجه تفل سواء الكولومز او الروز. فهخلي كل حاجه في الكونتينر، وكل الاجزاء اللي جوه دي في الكونتينر. ميزه من المميزات برضو اللي بتخلينا ان احنا نستخدم الجريد في الحاجات اللي زي كده مش الاوتو لاي اوت، ان انا بمنتهى البساطه ممكن اسلكت كل حاجه جواها. انما انا لو عملت اوتو لاي اوت كل دي هتبقى روز مختلفه. يعني ده رو اوتو لاي اوت متكون من 3 كونتينرز، التاني ده برضو يعني ده هيبقى اكسسبل لوحده، وده اكسسبل لوحده، وده اكسسبل لوحده، وهكذا. عشان اعمل لهم كلهم سيلكت ده يعني هياخد مني وقت. لازم اسلكت كذا حاجه علشان كل دول يتعمل لهم سيلكت. انما دلوقتي بمنتهى البساطه كل الكونتينرز دي كنترول وايه على طول او كوماند وايه، خلاص الموضوع بقى بمنتهى البساطه كله سيلكتد. اقدر ان انا اعدل مثلا الراديوس، مثلا لو انا عايز اعدل الراديوس فكله بيتعدل مره واحده. في نفس الوقت كلهم طبعا معمولين فيل، يعني ممكن برضو اعمل لهم كلهم سيلكت واقول بدل مثلا ما هم كلهم يبقوا فيكست مثلا في حاله زي كده 600 مثلا بالطريقه البشعه دي، ممكن اخلي بقى كل واحد فيهم يفل عادي السيل بتاعه الجريد نفسها كل واحد فل. وبعد كده اجي استخدم بقى الويب سايت بتاعي مثلا العرض بتاعه واشوف الريسبونسفنس. زي ما انتم شايفين عمالين يعملوا فل عادي بدون ادنى مشكله خالص، وده عدد مهول من الكونتينرز. يعني ده طبعا ميزه من مميزات الجريد اللي احنا لازم علشانها نبتدي بقى نستخدم الجريد. ودلوقتي خلاص يعني بقت كل حاجه فيها شبه كامله يعني. عندي برضو الفراكشنز. سريعا كده نمر على الفراكشنز. هم دلوقتي حطوا ان انت لما تيجي تدوس على الستراكشر نفسه بتاع الجريد تقدر تفتح حاجه اسمها اوبن جريد سيتنجز. لو جيت فتحتها هتلاقي عندك الكولومز والروز في اوبشنز تانية مختلفه. طيب ايه هي بقى الاف ار دي؟ الاف ار دي او الفراكشن في السي اس اس اسمها فراكشن دي. يعني كل عمود من دول، كل كولوم من دول واخد يعني نسبه واحد فراكشن
او تعالوا نقول ان هو متقسم طالما كل واحد فيهم 1:1:1 هي نسب 1:1:1. فاحنا ممكن نخلي مثلا اخر واحد خالص اللي هو الكولوم الاخير ده ممكن نخليه مثلا 2 فراكشن او 2 اف ار. فبقى كده النسبه بقت 2:1:1. احنا كده بنتكلم في العرض دلوقتي، اوكي، عشان احنا بنتكلم على الكولوم. عرض الكولوم بقى 2:1:1. ممكن نعمل سيلكت اللي جوه ده او الكولوم اللي جوه ده ونخليه مثلا، ممكن نعمله مانيوالي اعتقد 2 اف ار برضه، فبقى ده 2:2:1. ممكن نخلي اللي هنا ده خالص ده ممكن نخليه 3 اف ار، فبقت كده 3:2:1. وكده الكلام ده كله ريسبونسيف، يعني انا وانا بصغر نفس النسبه برضه هيفضل محافظ عليها، مش هيغيرها خالص. فدي برضه حاجه ممتازه جدا لو انت عايز تهايلايت حاجات معينه او اجزاء معينه في الجريد تكون كبيره والاجزاء اللي بعدها مثلا تكون صغيره وهكذا. دي برضه هتفيدك وكل حاجه هتفضل ريسبونسيف، مش هنعمل كده يعني ونضحي بموضوع ريسبونسيف. بس ده كان فيديو سريع بستعرض بس معاكم الابديتس، واعتقد كده احنا ممكن نستخدم الجريد وهتكون برودكتيف جدا وهتسرع جدا من ريتم شغلنا. ولو عجبكم الفيديو ممكن تعملوا لايك وشير. لو حابين تشوفوا فيديوهات اكتر عن مجال اليو اكس والاي اي ممكن تعملوا سبسكرايب للقناه. اتمنى تكونوا استفدتوا وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. و السلام عليكم.